من بعد ما غبت فترة ما يقارب سنة كاملة من على اليوتيوب صارت معي شغلات ما كنت متوقعها أبدا. مريت بفترة فقدت فيها أشياء كتير مهمة، ووصلت لمرحلة ما عاد بعرف إذا رح أرجع أكمل أو لا. بس بالنهاية اتخذت قرار غير كل شيء. شو هو القرار وهل فعلا رح أرجع على اليوتيوب أو لا؟ تابعوا معي. وبعرف في بالكم كتير أسئلة عن أحمد، وين كنت أحمد؟ صار لك سنة ونص أحمد 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 أحمد، فتابعوا الفيديو الأخير لتعرفوا كل هالتفاصيل. طبعا بما انه ما كان عندنا استوديو فنصور في الحديقة. بعد ما ضليت تقريبا ربع ساعة بدور على مكان مناسب، لقيت هذا المكان، مديت اغراضي وقلت يلا خليني احكي لكم القصة. بالبداية كانت الأمور كتير تمام، وكنت أنزل فيديوهات وأشتغل شوي شوي على حلمي، بس فجأة بلشت كل قطعة بهالمشوار تروح مني وحدة ورا وحدة. رح أحكي لكم القصة بس اسمعوني للأخير. أول شي انكسر الترايبود اللي كنت أنا أصور فيه دوما، بس قلنا يلا منكمل نحسن من دهنه يعني. بعد فترة قصيرة انكسر المايك اللي أنا كنت أصور فيه. كسر المايك؟ ما بحسن. بس مع ذلك ما استسلمت، صرت أصور بلا صوت، يعني يكون الفيديو مو واضح، بس مع ذلك قلت أكمل ما استسلمت. لكن أثناء تصوير فيديو وأنا مسافر لمحافظة تانية مشان أوثق لكم الأحداث اللي هني، وقع الموبايل من إيدي وانكسرت الشاشة بالكامل، وهون كانت الصدمة الحقيقية. يعني هون الثالث وهون مكسر. تخيل تمشي بالشارع بلا موبايل، إذا حدا بده إياك من رفقاتك يدق لحدا من عيلتك مشان يوصلوا لك خبر. بهديك الفترة حسيت كل شي عم بيوقف في وجهي، ويمكن لو كان أي شخص محلي كان وقف هذا المشوار بالكامل. لكن بدل ما استسلم رحت تطوعت مع فريق تطوعي، وصرت أساعد الأطفال والعائلات الكبار والصغار، بيوت مدمرة، مدارس مهدمة، ناس فقدت كل شيء. وكلمة وحدة كانت في راسي طول الوقت: إذا ما قدرت تساعد حالك اليوم ساعد غيرك. بعد فترة أهلي الحمد لله فاجأوني بمايك ومانع اهتزاز اللي عم بصور لكم هلا منه. بعد فترة 3 شهور تقريبا أهلي كمان جابوا لي موبايل جديد مشان أكمل حلمي. واليوم في سؤال الكل عم يسألني إياه: أحمد، هل رح ترجع على اليوتيوب ولا وقفت؟ وجوابي لكم بكل ثقة: نعم، أنا رجعت لليوتيوب ورح كمل بإذن الله. وعد مني إنه رح أحاول بكل قوتي إنه ما أوقف أبدا، ووعد مني إنه ما رح نوقف أبدا لحتى نوصل بإذن الله لأرقام ما رح نتخيلها لا أنا ولا أنتم، ولحتى يجي اليوم اللي رح أتصور فيه قدام قلعة حلب ومعي درع اليوتيوب الفضي ومن ثم درع اليوتيوب الذهبي بإذن الله. وحاب أقول لكم بالنهاية شكرا لكل شخص سأل عني بهالفترة، شكرا لكل شخص دعمني بكلمة برسالة بدعوة. صدقوني ما نسيت أي حدا وقف معي بهالفترة ولا رح أنسى. وهلأ صرتوا تعرفوا أنتوا القصة كاملة من الألف إلى الياء. إذا رجعتي بتستاهل لا تنسونا من الدعم، لايك واشتراك وتعليق. وكان معاكم أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.